يا مرحبا بكم، مرحبا معاكم سالم المرزوقي وخلكم معانا من مطار ابو ظبي الى طوكيو. السلام عليكم. هذا اليوم الأول في اليابان. طبعا أمس وصلت الفندق وخلصت ورقدت، تقريبا رقدت 4 ساعات في الطيارة، ما رقدت، مرقادي كلها اخترب، والحين الساعة 7 والشباب بعدهم نايمين. هذه المعكرونة الحلوة. يا سلام، هذه غرفة الغسيل. هاي ما هاي ثلاجات الماي. وين اعبي الماي؟ عندك بيبسي هني تعبي الماي. وطبعا اتجهزنا ولبست ملابسي والحين ان شاء الله سايرين الجامعه، بس وين وكيف ترقبوا. اعطونا بطايق المترو، فلاول مره بنجرب المترو في اليابان. بنعطيكم راينا. تعتبر اليابان واحده من اهم الدول في العالم، وطوكيو ما كانت العاصمه، كانت العاصمه كيوتو لين سنه 1868 ميلاديا. واليابان تعتبر امن دول العالم. ليش؟ ما فيها شرطة، وأحلى شيء في اليابان التقاطعات اللي بتشوفها في الشارع. والحين رايحين لمحطة القطار، فدخلنا. هذا هو. مع السريع القطار مستحيل يتأخر ثانية واحدة عن وقت الخروج أو الدخول في المترو. الجميل والشيء الحلو في اليابان القطار نفسه مستحيل تسمع ولا حس بني آدم. النظام نظام مستحيل تخالف ولا شيء. تخيل في الدرج المتحرك مستحيل تشوف واحد واقف على اليمين. خلاص دن. ورك أحمد بعد ما جربت القطار وقيمة من 10. صار دقيقة أحمد هو مو بنت. لا في احمدين. خلاص احمدين. لا هو اوكي. السلام عليكم ورحمه الله. اسمي احمد الحياي. قيم القطار 8 من 10. 8 من 10 ما شاء الله، سريع القطار. وبدت الإشارة. انزين أحمد قيم القطار من 10. والله 9 من 10. وايد شو اسمه، هو صح زحمه اكثر عن مترو دبي، بس هني لان اكثر ناس يستخدمون المترو، 9 من 10. لكن ما يتقارن في بلادنا طبعا. بلادنا اكيد. سعيد قيم قطار او مترو اليابان من 10. والله هي 4 من 10. ليش؟ بس شيء زحمه يعني؟ زحمه هدوء زيادة. جزاك الله خير ومشكورين على المقابله البسيطه. صراحه كلمه بسيطه تمثلهم. يا سلام. مستر إيثن, how are you? Hello, I'm doing great. How are you? What you will do today? I will be leading your daily activities today. And what we will do now? We are going to your Waseda New building and we're doing the academic sessions today. Today is when the academic sessions start. Yeah. Thank you so much. Thank you so much. Arigato gozaimasu. دومو. نشوفكم بعدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا اليوم الثالث لنا في اليابان، يعتبر اليوم الثاني. بنقوم بنسير 7-11 بنشتري لنا حليب وكم من شيء عشان الأكل وهالسوالف، وأهم شيء ما نسيناه يعني النسكوك. طبعا أخيرا بعد عناء يعني كانت عندنا مشكلة الكواية. طلعنا لل7-11 أنا وسليمان. سلمان. شوفوا كيف الأجواء. وصلنا 7-11. فاليابان عندهم اشياء غريبه وعجيبه. خلنا ندور لنا حليب. ابو حليب انا نبغى حليب. ايوه هذا. حصلت حليب، بنتاكد اذا حلال ولا حرام بعدين بناخذ. قال لنا حلال على ضمانته يعني. طلع الحساب 322 ين. اوكي ما شاء الله. اريغاتو جوزايماس. اريغاتو. وللعلم واحدة من الأشياء اللي عجبتني في اليابان أنه ما في أي زبالة في الشارع. مستحيل تحصل زبايل إلا في أماكن معينة في زوايا مخشوشة يعني. هذا من أحلى الأشياء. وأصحاب المحلات يوم يخلصون يمسكون المحل كامل، كيس الزبايل اللي في المحل يشيلونه يحطونه برا، وكل كيس زبالة عليه رقم أو اسم معين. فهذا من الأشياء الغريبة اللي شفتها في اليابان. تونا طالع من الفندق الساعة 9:13 دقيقة، متأخرين 13 دقيقة، والسبب واحد من الشباب راقد يعني شو نسوي؟ بنمشي للجامعة تقريبا 15 دقيقة. خلينا نمشي بعدين نكمل السالفة لأن ما حفظتها أصلا. لو بتلاحظون اليابانيين يشتغلون وايد. في حادثة في سنة 2015 هزت اليابان، واسم الحادثة كاروشي، يعني الموت بسبب العمل الزائد. فهذه الحادثة من بعدها قللوا ساعات العمل، بس في شركات تجبر الموظفين أنهم يشتغلون ويكملون ساعات العمل الزايدة، وللأسف يعني هذا الشيء منتشر في اليابان.
كل الشوارع في اليابان بتحصلون فيهن هذا اللون الأصفر حق الناس اللي ما تشوف وتمشي بالعصا. فالحين دخلنا الحرم الجامعي بس برا يعني. فمثل ما تشوفون هذه الجامعة أغلبهم يوم بس ياكل. في معلومة قاعد يعطونا إياها. أول شيء بنقول السلام عليكم، شو أخبارك أحمد؟ بخير الحمد لله. قيم سفرة اليابان من 10 بس هاليومين يعني كيومين. حاليا والله جو يعني حر رطوبة، ما توقعت عجيب يكون حر، بس الحمد لله سفرة حلوة، إن شاء الله نستمتع بالأيام الجاية. شو هي أكثر أكلة حبيتها لحد اليوم هذا يعني؟ اندومي هالريال. اندومي راشد؟ نعم. راشد، شو شعورك وأنت مسيح حق شباب اندومي؟ طبعا هذا الشيء متوقع انهم يحبون اكلي. في خرط في السالفة ما أدري ليش. شو انستغرام؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سالم المرزوقي وشباب بعثة الإمارات لطوكيو، وتحديدا في جامعة طوكيو، ونبغى شعوركم وتجاربكم وشو كيف تقيمون الجامعة، شو الأشياء الحلوة اللي شفتوها في الجامعة. الو كونيتشوا. والله شعور طيب، نتعلم نتثقف نشوف حياة اليابانيين بس. والله جزاك الله خير. والله اليابان صراحة دولة جميلة جدا وتجربة جديدة، تعلم منها الكثير وطلع للمستقبل إن شاء الله. يعطيك العافية. يعطيكم العافية ما قصرتوا. أحمد خميس، هلا والله. أعطنا شعورك وتجربتك كطالب مبتعث في اليابان. والله أنا فخور إني جالس أمثل دولتي، الحمد لله تجربة حلوة، تعلمنا منها وايد، والله يوفقنا جميعا. آمين يا رب، جزاكم الله خير وما قصرتوا. يلا تعالوا. متجر جامعة طوكيو، جالسين نشوف الأشياء، يمكن ناخذ شيء يعني. فهذا ما في أول شيء أتوقع. طبعا شريت لي من محل جامعة طوكيو بعض الأشياء، أخذت لي قلم وصور تذكارية وخريطة اليابان. دخلنا نتغدى مطعم شكله أوكي تمام. فيابوا لنا هذا الشيء أتوقع ماتشا ومخلل هالوردي ما أعرف شو اسمه نسيت، شربة خضار أتوقع. بسم الله. والله تمام، والله مضطر. فالحين وصل لكم خبز مع سلطة مع سمك. هذا هو الريحة، طر ريحة الخبز، مطعم فرنسي مع السمك. صراحة الخبز يفوز. قاعد يسألنا. وصلنا الحين مطعم الروبوتات. هذا المطعم اللي بيخدمونكم في الطاولات وانتم جالسين، روبوتات بس اوادم. كيف؟ بنخبركم الحين. فكرة المطعم هي ان هذه الروبوتات الصغيرة اللي موجودة على الطاولة هم ناس صدقيين، حلو، بس ناس فيهم إعاقة من شيء ما أعرف شو. قاعد say hi to YouTube. هاي. Thank you so much. فهذه الروبوتات ناس فيهم إعاقة، تمام، فقاعدين يا في مستشفى يا في مكان يكلمونكم من هذا المكان نفسه، فسوالف تسولفون وياهم وتشوفون علومهم شو فيهم من إعاقة مثلا. فالحين هذه نفسها تاخذ الأوردر منا نحن توديه الناس اللي يسوون الأوردر. فوصلت الوجبة، هذه هي لحم مع جزر مع بعض الأشياء، شوربة مع سلطة مع سندويشة لحم على ما أدري شو. تعشينا وخلصنا عشاء، والحين قاعدين نمشي صوب محلات ومكان الأركيد، هذه الأماكن كلها. ومعلومة يابانية بسيطة، في أغلب المحلات اليابانية عشان بس يروجون لمنتجاتهم يوقفون مثلا بنات أو شباب لابسين كوسبلايز عشان بس يروجون لهذه المنتجات نفسها. فللأسف هذا الشيء شكل شيء مو بحلو انه يصير مثل هذا المثال اللي على يساري بالضبط. فاغلبهم شيء هالشارع كامل، طول الشارع بتشوف ناس وحريم وهذا واقفين بس يروجون لمنتج معين لهذا المحل. فهذا واحد من أشهر أماكن ألعاب الأركيد في اليابان. مثل ما تشوفون الألعاب في كل مكان. شوف واختار اللعبة اللي تبغاها واللي تتمناها. يعني عندك مثلا هذه السيارة لازم تطيحها وتسوي شيء معين وتطيح. تخيل تقعد هني بالساعات وتخسر فلوسك وتخسر وما تطلع بولا شيء. حتى لو طلعت بشيء ما من أي هدف، ما من أي فائدة. هني مكان الألعاب. اكتشفت شيء، الطابق الرابع تبدأ ألعاب الأركيد صدقية مثلا ماريو كارت. خلينا نجربها. فاخترت الشخصية، اللعبة شكلها اوكي، ليتس تراي ات. ابا ريس يا ذاتس ات. اللعبة صدق تحمس، المكان يحمس، ازعاج بشكل ما تصدقه. فيس بسم الله، بدأت اللعبة، بدأت. ليتس جو. يلا الحين بنسوق.
يلا اريجاتو جوزايماس. يلا نروح مكان ثاني. الشباب قاعدين يلعبون اسلحه. هلا بالشباب. شو اللعبه وياك؟ فنان ولا لا؟ كانت قاعد ادعم يسوق بورش بعد. شوف البورش. يا سلام راعي البي ام. وانت تقول خرابات. وين الخرابات؟ والله كلها خرابات. يقول البي ام خرابات يلعب فيها. فبدنا نلعب هاي اللعبه. يا ثانك يو. بنلعب هذه اللعبه. ما اعرف السالفه، بنجرب كل شيء. انا بس بضرب، ما اعرف السالفه. اتوقع اني خسرت، ما اعرف ليش. حصلت لعبه ثانيه حلوه اني العبها. بنثبت الكاميرا، بنجرب نلعب هاللعبه مثل ما تشوفون. وصلوا الكور. يلا ليتس جو. ايزي. حلو رياضه ومهارات. حلو. حصلت لعبه حلوه. بسم الله. في اشياء غريبه يعني ما اعرف شو السالفه. في استوديو اقدر اصور صوره. تعال. طلعت الصوره؟ ويت. اليوم نحن في جبل فوجي. فاول شيء قبل كل شيء بنتغدى ونشوف الحاره او المكان اللي نحن فيه ونروح نشوف الجبل. هذا الاكل يبونه. هذا سمك. عيش ابيض. ما اعرف شو هذا الشيء. في اشياء غريبه داخل ما اعرف شو هي بالضبط. Mount Fuji, you can see it, which is the tallest mountain in Japan, with 3,776 meters. It is a volcano, but it has been dormant since 1707. So it has been dormant for more than 300 years. But it is a volcano, so one day it could erupt. But don't worry, if there's an eruption, there's always a sign. There have been earthquakes and other signs, so it doesn't suddenly erupt. ثانك يو. ارجعتو كوزايماس. どういたしまして。 الشيء الوحيد اللي صدمني ان الجبل طلع بركان. فهذا من احلى الاشياء اللي شفناها اليوم. وممكن ينفجر في اي لحظه. بس قبل ما ينفجر اكيد في تنبيهات واشياء ممكن تصير لهذا الشيء. This village, okay, it's called Oshino Hakkai. There are 8 ponds in this village, and all this water is the former rainwater that fell on Mount Fuji, but it was filtered through the rocks, and it has emerged as groundwater in this village. So this village is very famous for its clean water. Thank you. أرجعتو. فهذه المنطقة اللي نحن فيها الحين تعتبر واحدة من الأحياء السكنية في مونت فوجي. فيها وايد انهار، مياه باردة عذبة، يطيح الماء في الجبل، ماء المطر هذا، وينزل عبر على الانهار والوديان وها كله يوصل للأحياء السكنية. طبعا من أشهر الأكلات في مونت فوجي اللي هي الخوخ أو الخوخة أو أي شيء. فأخذنا الخوخ بنجرب الحين. فطبعا الحين نزلنا مونت فوجي. اكتشفت معلومة أن هذا الجبل الصغير اللي وراي هي تعتبر صخرة من كل جبل موجود في اليابان. هذا هو الجبل، ما يبين، صعب انه يبين حاليا. اكتشفت ان في هذا المكان فيه بط. شوفهم هناك، هذه اللي قاعد يتمشون. فللاسف يا جماعه الخير انا موجود هنا، وهذا هو الجبل وراي ماونت فوجي، من اجمل جبال العالم. فلازم نوصل هذا المكان في الخريف. افضل وقت تقريبا الخريف والشتاء، يوم تثلج المنطقه تصير طر صدق يعني. فهذا اجمل شيء في مونت فوجي. حصلت المتجر، نروح نشوف داخل ان شاء الله نحصل الاشياء هذه. فبسم الله. فالحين دخلت المتجر، في وايد اشياء وايد منتجات حلوه مثل هذه. فهذا تقريبا 707 ال1000 ين تقريبا 20 درهم. فيمكن هذا ب 15 اقل 17. فاتوقع يا اخذ لي هذا البوك او هذا. ليش؟ لان عندي كميه دراهم يابانيه اتوقع بعد اليوم نسيتها في البيت. باخذ هذا الكوب حق اخوي مرسوم عليه ماونت فوجي لانه هو يحب الفي 60. فشيء جدا جميل. فنسيت الكاش في السياره، ندفع فيزا. حلو. ثانك يو. اريغاتو جوزايماس. فيس خلصت كل شيء، شريت الاغراض، شفنا المكان، صورت مليون صوره، استمتعت في المكان.